متأكد أنه بعد 10 سنين 20 سنة ويمكن حتى أكثر الناس راح تتذكر دائما بالخير هذا الآيفون. شلونكم؟ شكو ماكو. إذا نسوي تصويت عالمي لأفضل آيفون استخدمه الكثير من المستخدمين وبنفس الوقت الكل تقريبا راضي عن هذه التجربة، أعتقد الآيفون 11 راح يكون يمكن بالصدارة أو من الثلاثة الأوائل. بس بالنسبة لي أشوف الآيفون 13 برو ماكس هو أنجح آيفون من جميع النواحي، من نواحي القيمة مقابل السعر، الأداء، النقلة الكبيرة سواء كان بالتصوير أو أداء الألعاب. من كل النواحي راح نلاقي أنه الآيفون 13 برو ماكس هو واحد من أنجح الأجهزة اللي صنعتها شركة أبل. أكيد طبعا الآيفون 11 يعتبر سعره أنسب وإجا بفترة كانت الآيفونات كلها غالية، فمن يجي جهاز بهذا الأداء وبسعر أرخص هذا الشيء راح يفضل الكثير من المستخدمين. بس برأيي الآيفون 13 برو ماكس هو اللي يستحق يكون أنجح آيفون على مر العصور وراح يتذكره الكثير من المستخدمين. طبعا سابقا سولفنا عن الآيفون 13 برو ماكس بفيديو كامل على اليوتيوب أنه بسنة 2024 وحتى قبلها يعتبر خيار مناسب كقيمة مقابل سعر. بس اليوم جيت وتفاجأت بأنه الآيفون 13 برو ماكس متوفر بحالة المستخدم عند متجر ماك للموبايلات بسعر ما يتجاوز 750 ألف دينار عراقي، أي تقريبا للمتابعين من خارج العراق تقريبا يعني ما يصعد عن 550 540 دولار، واللي هو السعر انت من تجي تستخدم الايفون 13 برو ماكس وتقارنه حتى بالايفونات الاحدث كمستخدم اعتيادي ما نريد ندقق بالتفاصيل، راح نلاقي بانه هذا السعر لقطة، انه ب 750 الف دينار عراقي الايفون 13 برو ماكس. ونلقى دائما حالة البطارية ضروري تكون اكثر من 85%، يعني قريبة من 90. بذاك الوقت نشوف أنه هذا الآيفون فعلا ما زال لحد الآن يقدم قيمة مقابل السعر، وأشوفه في وقت تصوير هذا الفيديو هو أفضل آيفون للأشخاص اللي ما يقدرون يشترون آيفونات غالية ويريدون شاشة 120 هرتز، كاميرا ممتازة، أداء راقي بشكل عام. فالآيفون 13 برو ماكس على الرغم من أنه موديل قديم إلا أنه ما زال يقدم الكثير وما زال يبهرني شخصيا. شكرا جزيلا على متابعتكم، نشوفكم إن شاء الله قريبا.